نحن هلا عايشين بال 2026 خي، مش بال 1900 وخشبه. يعني نحن التواصل تبعنا كله عم بيصير عبر التليفون. يعني انت هلا اذا شفت بنت بتعجبك، معك رقمها، معك الانستغرام، عم تحكيها على التليفون. وهيدي شغله لازم نحن نكون عم نفهمها كرجال، حتى نقدر نكون عم نتصرف بطريقه ملائمه، حتى نقدر نرفع الانجذاب مع البنات يلي عم نحكي معهم من خلال انك تحكي معها على التليفون. فهيدول نقط انا هلا كنت اعملهم اغلاط بحياتي، تعلمت منهم لما احكي مع البنات، لانه ما ودوني لمحل مع البنات يلي فعلا كنت معجب فيهم، لاني عملت هالاغلاط. فهلا طريقتي اختلفت كليا بالتعامل مع التليفون، مع الواتساب، مع السوشيال ميديا ككل. انا وبدي احكي مع مع البنات، لانه اول غلطة انا كان عندي اياها انه النجاح انا لما اخذ رقمها للبنت. يعني انا هلا اذا رحت حكيت مع بنت، اذا عطيتني رقمها انا هون بعتبر حالي اني نجحت. دائما بروح بهدف انه بدي اخذ رقمها، بس بالحياه الواقعيه ما فيك هيك. انا هلا باخذ رقم البنت لما احس انه في شيء موعد ممكن اعمله انا وياها. على هالاساس بقول لها اعطيني رقمك كرمال نقدر نروح على هالمحل سوا، او اعطيني رقمك تنعمل هيدي الشغله سوا انا وياكي. يعني بدك تشوف انت الموقف كيف. ما فيك انت تعتبر بعقلك انه انا اذا اخذت رقمها للبنت يعني انا نجحت، يعني هلا صارت معجبه فيني، لانه مش هيك القصص بتصير. يعني انت بدك تعرف تمهد الطريق للرقم لحتى هي تعطيك رقمك، ويكون في شيء له معنى كمان. فاول غلطه بتعملها انت انه عم تستعمل الواتساب والانستغرام والسوشيال ميديا من دون هدف. يعني انت هلا عم تجرب تحكي مع البنت من دون ما تكون عم تجرب انك تعمل موعد معها. انت لشو اخذت رقمها؟ مش كرمال ضلني انا كل نهار قاعد عم بكتب لك شو عملت بنهارك، ومثل ما كل الشباب هلا بيعملوا. بدك تعرف تتميز شوي، وبس تعرف تتميز هذا الشيء اللي بيخلي الانجذاب فعلا يصعد من ناحيه البنت، لانك بتعرف انه منك انت قاعد على طيزك كل الوقت، قاعد عم تبعت لها شو عم تعملي، شو اكلتي، وين رحتي، وين جيتي، مثل رفقاتها البنات. في شغله لازم نحن نفهمها كشباب، انه البنت تحكي معك مش شيء مميز. البنات كثير بيحكوا. انت اذا بتعرف بنات بحياتك، اذا في اخواتك يمكن بنات، اذا ناس بتقربك، يعني بلطوا كثير كثير بيحبوا يحكوا، وما عندها مشكله انها تحكي معك لانه انت عم تعطيها اهتمام، اهتمام مجاني. وهيدا الشيء هي ما خسرانه شيء بالمقابل. يعني ما عندها شيء تخسره لما انت تكون قاعد كل الوقت عم تحكي انت وياها. بالعكس هي كمان بتصير تتجاهلك، لانه بتعرف انه وقتك ما له قيمه، لانه انت منك عاطي قيمه للوقت تبعك، لانه عندك ساعات تضيعها تقعد تبعت لها مقاطع كبيره وفويسات، وتضلك انت بهيدي الدوامه يلي ما بتخلص، لانه بصير حديث بيروح حديث بيجي. هيدول قصص مفروض تكون عم تعملهم كمان بطريقة أخف يعني. وبالحياة الواقعية يعني أنا هلأ إذا بدي أحكي على الواتساب مع بنت، من تالت مسج ببعت لها إياه بيكون موعد، بيكون أنت إيمتى فاضي نهار السبت مثلا على هيدي الساعة، بنروح على هالمحل سوا، إيه ولا لا. عرفت كيف بدي مشي الأمور بطريقة سريعة. وأنا هيدا الشيء بالنسبة لي أريح لي، لأنه أنا لما أحكي مع البنت مباشرة بالحياة الواقعية بقدر ابني الانجذاب أكتر وأكتر، وهيك بعرف إنه فعلا أطلع بعيونها واحكي معها بالقصص يلي بدي أحكي معها أنا عنها. يعني مني انا هون عم ببعت مشاعري على الواتساب مثل ما الشباب بيعملوا، بيقول لها بحبك، وبصير ببعت لها انا غرام، انت غرامه، ومدري شو. كنت عاملهم ايام المدرسه، مش عم بقول لك لا، بس بدك تكبر شوي، بدك تنضج. وعسيرة النضج انت ما بدك تكون كمان بخانه انه بتبعت لها صباح الخير كل يوم وتصبح على خير وكيف نمتي، وبتصير هي تتوقع المساجات منك. يعني بتعرف انه انت هلا الساعه 8 الصبح رح تبعت لها صباح الخير مع ايموجي ورده، انه هون هي بتزهق منك، وبنفس الوقت بتعرف انه ما في شيء ماشي لإلك. انت ليه بدك تكون عم تبعت لها هيك؟ ليه بدك تحط حالك بموقف انه منه طبيعي بالنسبه لك؟ لانه انت بتعرف يعني بداخلك انه اخر همي انا اذا نمت منيح ولا لا، اخر همي اذا نهارك كان منيح. في قصص عمليه بدي اعملها، مش عم بقول لك اني بارد، لا، انه بهمني امرها، بس بنفس الوقت ماني قاعد انا ايه شو عملتي وبدي فوت بالتفاصيل وبدي احكي معها كرمال حس بالامان. هيدا الشعور يلي بيقتل الانجذاب. انت كل ما تحس انه انا عندي شيء بدي برهنه للبنت وبدي ضلني عم شدها لعندي من خلال المساجات اللي عم ببعث لها اياها، لانه هيك انا لازم خلي الحديث ماشي معه ولازم كل يوم احكيها، هون انت صرت انسان فيها هي تتوقع الخطوة التانية تبعه. وكرمال هيك اللي بقول لك اياه انه لما تكون عم تحكي مثلا على الواتساب مع البنت، فيك تبعت لها فويس، فيك تسمعها صوتك، فيك تبعت لها فيديو مثلا انت وعم تحكي. كمان هيدول قصص بتخلي كمان انه هي ما تكون عارفة شو تاني خطوة معك، لانه ما بتعرف امتى انت ممكن تبعت لها مسج. يعني بدك خليها حذرة شوي هي عم تحكيك، وهذا الشيء اللي بخليها اصلا تهتم لإلك. لانه الاهتمام بالنسبة للبنات يعني ها بدك تفهمها انت. هلا حيلا بنت اذا بتنزل صورة مثلا
مثلا على الانستغرام بيطلع لها اهتمام من الشباب، في كتير شباب عم بيحطوا لها قلوب، في كتير شباب عم بيكتبوا لها كومنتات، في كتير شباب عم بيجربوا يبعتوا لها مسجات. فانت كرمال تفرق شوي عن هيدول الشباب يلي هي اصلا ما عم تاخذهم بجديه لانه مثلهم ومتايل، يعني ما بدك تكون انت مجرد رقم، بدك تعرف انه تصرفات تبعك، المساجات يلي عم تبعتها لها قيمة لأنه أنت إنسان أخذ حالك بطريقة جدية أكتر. وعلى سيرة الجدية، ثالث نقطة إنك ما تستعمل إيموجيز. قديه في هلأ أوقات أنت مثلا بتبعت لها بنت يي هاي كيفك مع هذا الإيموجي يلي عم بيبتسم، انت منك ناضج بس تكون عم تعمل هيك. هيدا الايموجي اللي عم بيضحك مثلا ما في شيء بيضحك بالموقف، ليه بدك تكون انت عم بتجرب انه تطر الاجواء من خلال الايموجيز؟ اصلا انت ما بتحكي هيك يي هاي كيفك ها 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 ها. لا، في شوية نضج، في شوية انه اصلا بتبين انك موتر لما تكون انت عم تعمل هيك، لانه بتبين انه عندك شيء لتبرهن له اياه، انه ما تخافي انا جاي هون لاني انا صديق معك بدي احكي معك على الواتساب بس. هون انت عم بتحط حالك بالفريند زون، عم بتكبل ايديك كمان، مش عم توصل لمحل مع هيدي البنت. وقد ما تكون انت معجب فيها، وحتى اذا هي كان عندها شوية احترام لإلك، خلص بطل في احترام، لانك عم بتكتر بالايموجيز مثل الاولاد عم تحكي معها، بتبعت لها هيدول الوجوه ومدري شو، وعم تلعب معها يعني على الواتساب، عم تلعب انت وياها، ما عم بتكون انت رجال فعلا حافظ مركزك، عم تتصرف معها بطريقه عمليه كرمال لما تشوفها بالحياه الواقعيه، لانه انت مفروض تكون عايش بالحياه الواقعيه مش بالحياه الافتراضيه. بتوقع هيك يعني انه حتى تقدر تبني الانجذاب معها. هيك اصلا بتصير انت فيك لما تكون عم تحكي معها بتحكي معها دغري، ما انك مضطر انك تتخبى ورا تليفونك وتصير مثلك مثل بقيه كل الشباب يعني. ورابع نقطه، انك ما توقع بهيدي الدوامة لا متناهية من المساجات. يعني ما بدي انا الحديث ما يخلص، بلا انا الحديث معي بيخلص، توصل لمرحلة ما بقى عندي شيء انه ابعته، خلص انتهى، اوكي بشوفك بهيدا الوقت، انتهت. يعني انا هلا ناطر الموعد كرمال نظهر سوا. وصدقني انه كل الاوقات لما انا اعمل هيك البنت بتجي على الموعد، ما بتقلي انه يي ممغوصة يي ماتت بساينتي ماني قادرة اجي، مثل ما بيصير مع كتير شباب. ليه؟ لاني انا حافظت على مركزي، عرفت انه هذا الزلمه عم بحكي معه ما انه جاي عم بيلعب. من ثالث رساله ركب المواعده معي، انا عارفه انه راح اقدر اظهر معه على هذا المحل. يعني صرت انا هون اصلا بمرحله احسن من الشاب يلي بيقعد يحكي عن مشاعره على التليفون، ويلي بضله علقان بهيدي الدوامه يلي ما لها نهايه، يلي انت مفكر انه انا كل ما احكي معها اكثر كل ما انا هون بكون عم بزيد الانجذاب، بس انت ما عم تزيد شيء، انت هون بس عم تضيع وقتك. ففي فرق خيي بطريقه انت فوتك وطريقه انه كيف عم تقدم حالك للبنت. والسوشيال ميديا بتلعب دور كتير مهم. في كتير هلا شباب مخبيين، لا عنده اسم على الحساب ولا حاطط صورته ولا حاطط شيء. هل انا عم بقول لك انك تكون انفلونسر وتطلع تصور حياتك؟ لا، بس على القليل يكون عندك تقدمه، على القليل يكون عندك وجه، على القليل يكون عندك حضور. استعمل السوشيال ميديا انت هلا طريقة بتقدر البنت تعرف انت شو عم تعمل بحياتك، مش تعطيها كل الصورة اكيد، بس على القليل يكون عندك مثلا صورك انت. اذا ظهرت مثلا رحت على محل مثلا مرتب، بتقدر انك تكون مصور حالك لابس ثياب حلوة، نزلت مثلا على المدينة، سافرت، افترض، عيش حياتك، بلش سوق لحالك. هيدا الشيء اصلا يلي بيخليك انت تفرق بنظر البنت كمان، لانه هي عم بتشوفك انه انت عايش حياتك، منك انسان شبح، منك انسان ما عنده وجه. يعني بدك كمان تفرجي انت شوي عن حالك. مش عم بقول لك كون كمان انه انفلونسر وعندك مليارات المتابعين، لا مش هيدا الشيء اللي عم بقوله، بس كون انت عم تعكس صورة مرتبة وحلوة عن حالك، لانه صورتنا الديجيتالية كتير مهمة. مش كتير ناس هلا عم بتكون عم تستعمل السوشيال ميديا لمصلحتها هي، عم تستعمل السوشيال ميديا حتى تستهلك محتوى كرمال تحضر محتوى. بس قليل العالم يلي عم ينزلوا صورهم، قليل العالم يلي عندهم الجرأة اصلا انه يكونوا عم يعملوا هيدا الشيء، لانه بنفضل انه نضلنا خفانين، نضلنا دائما بالمخفى، ما عندنا الجرأة انه نكون عم نحط حالنا ورا عدسة الكاميرا او ورا صور مثلا بروفايل يكون الشخص بيعرف انه هيدا انت، يعني تصور ستوري عن حياتك. هيدا الشيء اللي بيخلي البنت اصلا تصير هي مهتمة اكتر لتعرف عنك، لانه انت اذا كنت مجرد رقم على تليفونها عم تبعت لها مساج مثلا، ما بتعرف هي شي عنك، ما بتعرف انت شو، انت مين، شو عم تعمل بنهارك. بلش سوق لحالك اكتر واكتر. هيدي شغله كتير مهمه في يكون عم تعملها، خصوصي هلا بال 2026. خلصت الايام يلي انا باخد رقم البنت وانا ما عندي حضوري على الانترنت وعلى السوشيال ميديا، ضلني عايش بالمخفى. لا، بلش انت سوق لحالك. هيك اصلا الناس بتنجذب لك. ومش عم بقول لك برجع انه تكون انسان مشهور، لا، بس مجرد يكون عندك 5 6 صور محترفين على البروفايل تبعك،
هيدا الشيء بيخلي البنت انه بتعرف اذا هيدا انسان مثلا مطابق معي ولا لا. انت هيدا الموقف يلي بدك اصلا تكون فيه، ما بدك تكون انت انسان نكره، لانه معظم الناس هلا مخبيين، وانت ما بدك تكون مثل معظم الناس، بدك تتميز. وكرمال اصلا تتميز بدك تعمل قصص الناس العاديه ما عم تعملها. ايه هلا في كتير شباب بتقلي انا بفضل ضلني مخبى وما بدي فرجي صوري، وانا انسان ضلني عم بشتغل لحالي. ايه روح اشتغل لحالك، رجع قل لي بعدين بكره صار عمري 30 سنه والبنات ما بيطلعوا علي وما بعرف احكي مع البنات. بدك تعرف تواكب شوي التكنولوجيا التطور وتستعملها لمصلحتك. اخر نقطه بقول لك اياها، انك ما تحكي مع البنت بطريقه انك تدق لها مثلا دغري من دون ما هي تكون متوقعه انك بدك تدق لها، لانه بتصير انت هون غريب الاطوار. ما بدك تفتح معها فيديو كول فجاه من دون ما هي تكون عارفه قبل. بدك تمهد الطريق لتقلها مثلا اذا في شيء موضوع بدك تناقش عنه فيها، يمكن موقف صاير معكم، ايه فيك يمكن تحلها لشغله على التليفون، بس منا مضطره انك تكون انت عم بتدق لها يعني كول تقعد تحكي انت وياها. لانه بطلنا نحن هلا بال 1900 وخشبه، صرنا متطورين، صرنا عايشين باوقات حديثه. يعني انا الكول الوحيد يلي بعمله مع الناس اللي بشتغل معهم، ايه اوكي اوقات بضطر حل مشكله معهم رواق، اوقات فوت معكم على الديسكورد كمان ناس يلي عم بتتابع المحتوى بنحكي بالمواضيع رواق. بس البنت يلي معجب فيها مش حشيل التليفون واقعد انا احكي معها. وحضرت امبارح المونديال كانوا عم يلعبوا، انه بدك تكون شوي اعمق بتصرفاتك، بدك تكون انضج كمان. فهيدول النقط يلي انت فيك تكون عم تعملهم كرمال فعلا تبلش تفرق وتحط حالك بخانه رومانسيه مع البنت. مش بس انا عم بحكي معك لانه بدي اكون صديق معك، لانه انت هيك عم بتحط نفسك بحاله عذريه خيي، عم تحط حالك بحاله انه البنت قتلت انت الانجذاب كله، لانه انت جاي عم بتكون صديقها الصدوق، بدك تقعد تتساير معها مثلك مثل رفقاتها البنات. فانت اذا هذا الشيء بدك تعمله خليك مكفى، خليك الا شو اكلتي وتبعت لك هي صور شو عم تاكل شو عم تعمل بنهارها، وهيك انت فكر انه عم تبني الانجذاب، وهي فعلا بتكون معجبه بشخص عارف شو عم يعمل، شخص فعلا واثق بحاله، بحط النقط على الحروف، عنده الجرأة انه يطلب موعد منها، يقول لها مثلا شو عامله بهالنهار، خلينا نروح على هذا المطعم سوا، خلينا نروح على هالمحل، وهي بتقول له ايه وبيروحوا سوا، وانت خليك بتليفونها بس بتطنطن على الواتساب. وهيدي الحاله يلي ما بدي اياك انا اكون فيها. اكيد نحن ناس عم نطور حالنا، نحن كلنا على تطوير الذات، بدنا نتحسن، بدنا نكون واثقين بحالنا اكثر، بده يكون عندنا الجرأة انه نعرف شو بدنا بالحياه، نحط اصبعنا على الجرح، وكمان نقدر يكون عندنا الجرأة الكافيه انه نحكي مع البنات مش بس على الواتساب، بل بالحاله الطبيعيه كمان بشكل مباشر. لانه كل هيدي لعبة على الواتساب والمساجات اللي ببعتها كلها تمهيد كرمال تشوفها مباشرة للبنت وتعرف تحكي معها وتتصرف بالحياة الحقيقية. فهيدا كل شيء بدي احكي عنه كنت بهيدا الفيديو. شو ما عندك اكيد مثل كل مرة انزل وكبس على اللينكات واكتب لي تعليق، برجع بجي برد عليك. بشوفك بالفيديو الثاني، باي.